من يومين اسبيق فوجئ باعلان ضخم شويتين. لمين؟ للمنتج بتاع شيبسي اللي احنا كلنا عارفين ان 3/4 الناس بقوا ليه مقاطعين. المهم ما علينا، هم من حقهم ان هم يكونوا المنتج بتاعهم عاملين دعايه ومعلنين، البيزنس يحب القرشين. المهم نبص نلاقي مين اللي عامل الاعلان؟ النجم ميجا ستار اخونا تامر حسني. لكنك انت يا نجم تعمل عامله زي كده؟ انا بقيت واقف قدامها محتار شويتين. قلت ادعبس ايه الحكايه؟ ما هو الراجل ده كان من شهرين طالع وبيقول انا عندي اكتئاب ومش هغني ولا غنوه ولا غنوتين، اصل انا زعلان عشان اخواتنا اللي في القضيه. اتاريه ما كانش بيعمل كده عشان هو عنده مشاكل مع القضيه. طلع ان الراجل كان كل ما في الموضوع ان الناس بتوع مهرجان الرياض غلى عليهم الفيزيتا شويتين، فلما ما رضيوش وقالوا له يا تيجي زي بقيه النجوم وتاخد القرشين يا احنا عنك مستغنيين، فقال لك انا اعمل بقى ايه؟ بنت واطلع فيها كسبان بقى من الموضوع، ما انا لازم اطلع في الصوره او انا هختفي ولا ايه؟ فراح قايل لك اصل انا عندي اكتئاب ومش هغني اليومين دول. طلع ان الموضوع بسيط عنده خالص، لانه غنى بعديها بشويتين وفرحنا ان النجم طلع من الاكتئاب. وفجأة الاقي في اول 24 ساعة 1,000,000 واحد من المتابعين اللي عنده في الصفحة انسحبوا من صفحته. قلت انا كده فرحان ومن المتكيفين. عارفين ليه؟ لان لقيت ان لسه فيها امل ولسه فيها ناس فاهمين القضية ماشية ازاي، وقدروا ان هم يخلعوا من الراجل اللي بيحبوه بس عشان لقوه مع الناس اياها متضامنين. وعلى النطاق الناحية التانية ابص الاقي بقى مين؟ النجم محمد سلام ابن البلد الاصيل اللي عنده مبدأ وعليه واقف ومتين، لانه جه عمل مشكلة مع اخونا بيومي فؤاد، وقف وكشم لهم في اللوكيشن. انتوا عارفين انه شغال معاه في مسلسل الكبير وعاصر على نفسه ليمونتين، لكن قال لك انا ما اقدرش اقف قدام الكاميرا انا وهو في مشهد واحد، انتوا تصرفوا، خدوا مشاهدي وخدوا مشاهده بعيد عن بعضين وركبوها في المونتاج. لدرجة ان احمد مكي والمخرج احمد الجندي اتدخلوا وعملوا بينهم قعدة عشان يصفوا المواضيع. لكن محمد سلام راجل اصيل عنده مبدأ بيتمسك بيه مش شغلتين، راح داخل وقال لك لا انا مش هقف معاه تصرفوا واعمل لهم مشكلة في المسلسل. انا هنا جاي اقول لكم بقى ادي الفرق بين الاتنين. واحد حب يركب البونت لما معرفش يعمل بيزنس وقال لك انا مع اخواتنا، وواحد من اول لحظة فضح كل الوجوه وقال لك لا انا عندي مبدأ، انا مش هروح مع اللي هيصين اهيص واخد قرشين، وفضل مكمل رغم الضغوط اللي اتعملت عليه. ووقف وكشم مع مين؟ بيومي فؤاد نجم اللي انتوا عارفين اللي مع الناس اياهم بايع القضية مهم القرشين، ووقف وصد قدامه وركبه المسرح لتاني مرة. سبحان رب العالمين. فعلا يا جماعة الحمد لله اللي لسه فيها ناس عندهم ضمير، زي المليون اللي خلعوا والله اعلم خلع وراهم كام من الملايين من عند اخونا النجم اللي راح عمل الاعلان بتاع شيبسي وقال لك اصل رمضان بيحب اللمة. اللي يا نجم ما تعرفش ان اللمة دي بتضيع لمة تانية. قاعدين في الصحراء في عز الصيام قتلوا اخواتنا ومنعوا لمتهم، جايين احنا نقول بيحب اللمة؟ لمة ايه يا جماعة؟ عيب، اتلموا مش كده. ده احنا في يوم من الايام كنا احنا اللي بنسوق الفكر المادي هو اللي يسوقنا. وارجع اقول الحمد لله ان فيها ناس زي الناس اللي خلعوا من عند النجم من صفحته وقالوا مش مهم انه نجم ومحبوب، والحمد لله اللي لسه فيها زي محمد سلام عنده مبدأ ومترسخ جواه ومتين. ربنا يصلح حالي وحالكم ونفضل دايما واعيين لأي مخططات تخلينا ننجرف ونضيع حقوق اخواتنا اللي احنا مش قادرين ليهم نبقى مساعدين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.